باي هوك اور كروك، وممكن برضو تقول باي هوك اور باي كروك، ودي تعبير انجليزي جميل جدا معناه بأي وسيلة ممكنة أو بأي طريقة متاحة. الهوك اللي هي الخطاف أو المنجل، والكروك اللي هي العصاية اللي ليها انحناء أو دوران من فوق، اللي هي ليها انعقافة كده، مش عارف اسمها ايه يعني، انعقافة. فهي دي الكروك. برضو كلمة كروك ليها معنى آخر اللي هو ممكن تيجي بمعنى محتال أو نصاب، لكن هنا هي جاية بمعنى العصاية دي. فباي هوك اور كروك أو باي هوك اور باي كروك ده تعبير معناه بأي وسيلة ممكنة، المهم إن أنا هحقق الهدف. خلينا ناخد مثل ونقول I know that her father doesn't approve our marriage. أنا عارف إن والدها مش موافق على الجواز بتاعنا. But she loves me and I love her and we are gonna marry by hook or crook. يعني احنا في الاخر هنتجوز باي طريقة ممكنة. ممكن برضو اقول my laptop is broken but I need to finish this project by hook or by crook. يعني انا الكمبيوتر بتاعي او اللابتوب بتاعي عطلان، لكن انا عايز اخلص المشروع ده باي طريقة ممكنة. اتمنى الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية على خير. hasta luego زوجين. see you.